مرحبا بكم مع موسى اليوم. نجم عليك اليوم اخويا. لا اخويا خيا تلقى مخاوتي بيسها جنب الرخيص فيهم في بسكرة الرخيص فيهم الرخا يدهج لك منا ومنا يبان الحم يتنحى لهنا يريقلكم موسى يخيط اخويا لو يتعب اخويا وتجيب لكم واش يتعب ويتعب ما مشعب كبير ما يباينه حلشوا الكون طلعونا الكون جاي باينه ديروا جامكم ونشارك كذا منا بطاج جاي باين. مرحبا بالجميع. عندك ما عندكش حاجه الحلال وكذا لازم تطلع خلونا من شفاها برك. السلام عليكم. يا صديقي، ما بين شخص تافه وآخر محترف، كيف تسميته مرعبهم وهو في الحقيقة مضحكهم؟ أنت تقول إنه يرد ويدافع، ولكن كيف يكون هذا دفاعا؟ فمثلا هل يتحدث عن هموم الشعب الجزائري؟ هذا الرجل الذي يعمل في خياطة الإطارات، أعطني دولة فقيرة في إفريقيا يقومون فيها بخياطة الإطارات، بل أعطني أفقر دولة في إفريقيا يفعلون فيها ذلك. هذه الظاهرة موجودة في أغنى دولة في إفريقيا، أليس هذا عجيبا؟ أغنى دولة في إفريقيا وشعبها يخيط الإطارات. هل وليد العاقل يتحدث عن هموم هذا الشعب ومعاناته؟ لا، هو يقف ويتحدث ويصنع الفيديوهات وما إلى ذلك، لأنه يتحدث عن المغرب ويقول إنه وطني ويدافع عن بلدي. أما هموم الشعب الجزائري الذي يعيش في أغنى دولة في إفريقيا فهو من أفقر الشعوب، أفقر الشعوب ولا توجد فيها خياطة للإطارات إلا في الجزائر، أفقر الشعوب ولا توجد فيها طوابير إلا في الجزائر، أفقر الشعوب ولا توجد فيها أزمة ملح. تخيلوا أزمة الملح، لم نرى مثل هذه الأزمة في أفقر الدول، ومع ذلك رأينا أزمة الملح وتحدثنا في أغنى دولة في أفريقيا. الموز الذي تحول من فاكهة بأسعار ملتهبة دخل دائرة الضبط الحكومية. وزارة التجارة وترقية الصادرات تتحرك، وهذه المرة برسالة واضحة: لا مكان للاحتكار والمضاربة على حساب جيب المواطن. الضربة الأولى من بوابة الاستيراد: تسقيف السعر عند $1 للكيلوغرام لقطع الطريق أمام تضخيم التكاليف. تفتح باب المنافسة: إدماج مستوردين جدد وكسر هيمنة عدد محدود من المتعاملين ودفع الأسعار نحو الانخفاض. والهدف أن يصل السعر للمستهلك في حدود 410 إلى 420 دينار كحد أقصى. رسالة الوزارة للمضاربين تبدو حاسمة: السوق والهدف تسقيف الاستيراد، توسيع المنافسة وضخ السلع. إجراءات عنوانها واحد: حماية جيب المواطن. وفرحنا كي جابوا البنان، الناس بزاف راهم مساكن محتاجين ياكلوا البنان، والحق حتى 120 و110 راهم يبيعوا فيه غير 41,000. أرواحوا كامل تدول. إخواني، أنتم جميعا مجرد مادة دسمة تجعلنا نضحك يا عباد الله. فأين هو الرعب يا صديقي؟ ما الذي يرعبنا؟ حتى إن أحد المعلقين قال: هناك شخص يعلق لوحا في السقف ويرعبنا. ونحن نتساءل، وهذا هو السؤال المطروح: لماذا نضحك؟ نعم، هذا الكلام الذي قلته في جزء سابق، وحتى هذا الأمر فعلتموه لكي تنشطونا وتسلونا، فجزاكم الله خيرا. مرعبنا والله إننا لا ننام من الخوف يا سيدي من كثرة الرعب. تواصلنا مع عم شنكريحة لكي يرينا من أين يحصل على الحفاضات، وما زالت ملتصقة به حتى يرينا شركة الحفاضات. نحن لا ننام من شدة الخوف، بل إننا نتبول ليلا من شدة الفزع. هذا وليد العاقل يخيفنا حتى أصبحنا نتبول في ملابسنا. نريد من عم شنكريحة أن يرينا من أين يحصل على الحفاضات حتى نستمر في شرائها، لأنه قال إن لديه منتجا رائعا نريد أن نستعمله باستمرار، لأننا خائفون جدا من وليد العاقل. والله يزيدكم ذلا، وهذا ما سأقوله لكم وقد سمعتموه منه بنفسه، فاسمعوا ماذا قال. ومن الواضح أنه لا يتأثر،
فهل هناك شخص أحمق يتأثر بهذا الكلام؟ إنه أحمق فعلا يا صديقي. يقول لك إن الجزائريين ينتقدونه ويقولون لماذا تقول هذا الكلام؟ حسنا، لماذا ينتقده الجزائريون؟ أليس هو في مهمة للدفاع عن الوطن ويحمل السلاح ويدافع عن بلده وما إلى ذلك؟ فلماذا ينتقده الجزائريون؟ لأن الرجل يجعلهم أضحوكة يا صديقي. لو كان لدينا مغربي مثل هذا الشخص لوقفنا جميعا في وجهه وأسكتناه، لأن شخصا كهذا سيضرنا أكثر مما سينفعنا. شخص يسخر من الجزائر ويجعل المغاربة يضحكون على الجزائريين، ثم يريدون تقديمه على أنه بطل قومي، وفي النهاية يقول لك إنهم جزائريون وينتقدونني ويقولون لو سكت لارتاح الجميع. لماذا؟ لأنهم رأوه يجعل منهم أضحوكة. يا صديقي، هل يوجد بطل لم يستطيع حتى إقناع أبناء بلده؟ شعبه نفسه لم يستطع إقناعهم، ثم يأتي ويريد إقناعنا نحن وتخويفنا أيضا. هل تفكرون قبل أن تتحدثوا أم تتحدثون بكل ما يخطر على ألسنتكم دون تفكير؟ حسنا، استمر فلا مشكلة. هذه أول مرة أرى فيها شخصا يقدم على أنه بطل لكنه لم يستطع إقناع أبناء بلده، ومع ذلك يقولون إنه بطل وطني لكنه لم يستطع حتى إقناع أبناء وطنه. يخرج إلى الشارع والناس يطالبونه بالصمت ويقولون له أرحتنا عندما سكت، بينما أنت تجعلنا أضحوكة وأبناء بلدك أدركوا أنك تسخر منهم وتسيء إليهم. ماذا يمكننا أن نقول نحن؟ والله يوما بعد يوم تزدادون تأكيدا بأنكم لا تملكون ذرة من العقل، وأنكم خلقتم فقط لإسعاد المغاربة وإضحاكهم. هذا هو دوركم في الجوار. أما أول بطل لم يستطع إقناع أبناء بلده ومع ذلك يقدم على أنه بطل في ماذا؟ بطل في إضحاك الناس. يا مغاربة استمر يا وليد العاقل، واصل، أنت بطل، نعم بطل في إسعاد المغاربة وإضحاكهم. استمر ولا تتوقف. الله يبقيكم لنا ويحفظ لكم أولئك الذين يطلقون عليكم الأفكار الغريبة التي تجعلكم تضحكوننا. استمروا فلا مشكلة. وبما أن وليد العاقل لم يستطع إسعاد الشعب الجزائري وهم جالسون ينتقدونه ويقولون له اصمت، لقد جعلتنا أضحوكة وأنت تضحك المغاربة علينا، فها نحن نقول لهم اصمتوا فقط. هذه الأيام هم سعداء جدا، نعم الشعب الجزائري سعيد جدا وسيصلون قريبا إلى مستوى معيشة الخليجيين. لا، ما زال أمامهم وقت، ما زال ينقصهم قليل من الوقت، ربما يحتاجون إلى 132 سنة أخرى، وبعدها سنرى هل سيصلون إلى ذلك المستوى أم لا. المهم أنهم سعداء في هذه الأيام، فهنيئا لكم وأنا سعيد من أجلكم. نعم أنا سعيد من أجل الشعب الجزائري لأنه سعيد، وهم في النهاية إخواننا، ونفرح عندما نفرح لهم. انظروا إلى الناس. مبروك للشعب الجزائري على الموز أصبح ب41,000 وهم في غاية السعادة وكأنهم لا يستطيعون وصف فرحتهم. الموز ليس أمرا بسيطا، فهناك من يقول إنه لم يتذوقه منذ 30 سنة. نعم، وقد صرحوا بذلك أمام الكاميرا، لم نأكله منذ 30 عاما. الأمر ليس سهلا يا سيد محمد، امنحهم حتى شهرا واحدا وستجدهم يبكون من أجل الموز إذا عاد سعره إلى ما كان عليه، ثم تبدأ التصريحات والشعارات والتقارير الإعلامية، وبعد ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها وكأن شيئا لم يكن. هل الشخص الذي اشترى إطارين جديدين لسيارته يدخل بهما إلى المنزل ويقول لزوجته أطلق الزغاريد لقد اشترينا إطارين، ثم يصورون الفيديو والمرأة تزغرد والجيران يفرحون ويهنئونهم؟ وهذا الرجل تقريبا منذ 5 أو 6 أشهر وهو ينتظر دوره ولم يحرك سيارته حتى جاء وقت الفرح يا سيد محمد. 6 أشهر والسيارة متوقفة، ثم عندما اشترى الإطارين أصبحت زوجته تزغرد والأولاد فرحين وكأنهم يحتفلون بالعيد والجيران يهنئونهم. ما الأمر؟ لقد اشترى إطارين فقط وبعد انتظار دام 6 أشهر. هل هذا هو الإنجاز العظيم؟ حسنا، لا بأس، من الطبيعي أن يفرحوا بشراء إطارين،
لكن عندما يكون أقصى أحلام الشعب أشياء بسيطة جدا، تخيلوا أن أبسط الأمور تصبح من أكبر أحلام الشعب الجزائري، ثم تأتي أنت وتقول لماذا تقولون إن وليد العاقل بطل؟ يا سيدي، عندما يصبح الموز سببا للاحتفال وتبدأ الزغاريد والفرحة بسبب توفره، فماذا تريدون أن نقول؟ هذا الشعب عندما تناقشه في هذه الأمور تجده سعيدا بالموز، وتخرج وسائل الإعلام والكاميرات والميكروفونات وتبدأ الضجة كلها من أجل الموز الذي أصبح سعره 41 ألفا. يا سيدي، والله إنهم فرحون ولا تكاد الفرحة تسعهم. حدث ولا حرج، المرأة أطلقت الزغاريد تلك الليلة ولم يناموا من شدة الفرح، وأولادهم خرجوا للاحتفال والجيران يعانقونهم ويهنئونهم. مبروك عليكم يا سيدي، 6 أشهر والسيارة متوقفة دون حركة. يا أخي، تحية لعم عبد المجيد، أفضل رئيس في القارة الإفريقية. استمر في العمل فنحن معجبون بك، وواصل فلا مشكلة. زدنا قليلا من هذه الأخبار وانتظرنا، وبعد أن نطوي ملف ثابتة إن شاء الله لا عليك أن تفتح لنا ملف الصحراء الشرقية. وأحسنتم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو واتركوا آراءكم في التعليقات.